اتكلمنا قبل كده على علاج الخشونه وقلنا اخر مرحله تغيير المفصل. تغيير المفصل عمليه اختياريه 100%. يعني ما ينفعش انا ابص في اشعه واقول لك والله حضرتك محتاج تغيير مفصل. ليه؟ حتى لو الاشعه فيها خشونه متقدمه، لان انا شفت في شغلي ناس عندها خشونه متقدمه ما بتشتكيش اصلا من ركبتها. امال امتى نعمل تغيير المفصل؟ احنا بنعتمد في قرار تغيير المفصل ده على حاجات سبجكتيف، يعني حاجات تعتمد على المريض نفسه. درجه الالم، لو الالم اكتر من 7/10. نمره 2 النشاطات اليوميه، يعني لو عارف يعمل الحاجات اللي بيعملها كل يوم هو مش محتاج تغيير مفصل، لو مش عارف يعملها يبقى محتاج. الحاجه الثالثه بياخد مسكن كل يوم ولا لا بصوره منتظمه، ولما بياخد الوجع بيروح ولا لا. هل الثلاث حاجات دول اي حد من الدكاتره يقدر يعرفهم بكشف او باشعه؟ لا، دي حاجات معتمده على المريض. لما المريض بيلاقي نفسه وصل للمرحله اللي فيها الثلاث حاجات دول بيقول خلاص انا قررت اعمل تغيير مفصل. والناس فاهمه ان تغيير المفصل ده ان انا هشيل المفصل الطبيعي ارميه في الزباله واحط مكانه حديده. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. ده بالظبط زي عمليه الكراون بتاع السنه. زي ما دكتور السنان بيبرد حته ويركب كراون، احنا بنعمل نفس الحكايه. بنبرد من سطح العظمه الحته اللي بايظه، بنركب كراون على عظمه الفخذ، كراون على عظمه القصبه، وبينهم قطعه بلاستيك مكونه من حاجه اسمها الترا هايلي مولكيولر ويت بولي ايثيلين، وده المفصل الصناعي. فهي عمليه حلوه نتائجها مرضيه في اكتر من 90% من الحالات، والناس كلها بتتبسط بيها ما عدا الناس اللي عندها امراض روماتيزميه او امراض مزمنه في المفاصل، ممكن يبقوا جزئين بيشتكوا. عشان كده النتائج العالميه كلها 90%، لكن هي عمليه ناجحه والعينين بتتبسط منها. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه العظام في القصر العيني ومتخصص تغيير مفاصل بقالي اكتر من 20 سنه. تابعوني عشان تعرفوا حاجات اكتر عن مواضيع صحه العظام.